طب ضرس العقل اللي هو بيسبب مصدر رعب لاغلب الناس، يا نهار ابيض انا هخلع ضرس العقل، دي عمليه، ده هيبنجوني، ده هيفتحوا لي، ده ليه في ناس عندها رعب كده يا دكتور من ضرس العقل؟ هو عندها رعب عامه من دكتور سنان واحد. ده ده مبدئيا اكيد انا كده. متاكده. بس صدقيني الموضوع بقى دلوقتي اسهل بكتير يعني مثلا يعني زي ما حضرتك شايفه في الصوره دلوقتي، معظم الناس بقت تجيلي بالمنظر اللي هو ضرس العقل منغرس وداخل لجوه كده، داخل تحت اللثه زي ما احنا شايفين كده، او العظم كده. بيؤدي الى ان المكان اللي قدام ضرس العقل بيجمع اكل كتير، وبالتالي بيعمل تسوس للضرس اللي قدامه، بيعمل ساعات مشاكل. لو هو ضرس موجود فوق بيعمل مشاكل في السمع، طنين في الودان، بيعمل مشاكل حاجات في شويه غدد لمفاويه جنب الاسنان او جنب الودان. فبنضطر ان احنا نشيله. وطبعا هو جريدز، يعني هو ليفلز، يعني في ده طبعا ليفل الصعب اللي فيهم، الصوره اللي موجوده ده الليفل الصعب، لو بنضطر ان احنا نعمل له حاجه اسمها تخدير كلي عشان نقدر نشيل الضرس ده اللي هو مسبب للالام. تخدير كلي. تخدير كلي. ممكن عشان كده بقى بيترعبوا يا دكتور؟ لا بالعكس، ده يعني حضرتك التخدير الكلي احنا بيخش مش هيحس بحاجه. يحس بحاجه تقريبا من 20 ل 25 دقيقه بنكون مخلصين الضرس وطلع وتمام وخلاص ما عندوش مشاكل بعد كده.